أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. مساء الخير سيدتي الجميلة، مساء الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع وهنقولهم ورزقنا على الله. العدد في الليمون. وما أكثر الأحزاب عندنا في مصر، أحزاب كتير ما شاء الله. إنما بنرجع تاني للعصر الحجري، وهو عصر مبارك، وهو الحزب الواحد أو الحزب الأوحد، هو اللي بيسيطر على كل مفاصل الدولة. دلوقتي حاليا طبعا الأغلبية في مجلس الشعب، والأغلبية هو اللي رايح وهو اللي جاي. فبنرجع تاني لأيام الحزب الوطني بلا استثناء. احنا عايزين قطبين، عايزين حد تاني ينافس الحزب ده. انتوا قاعدين كل واحد في ملكه، وكل واحد بيدور على نقابة ياخدها عشان يلم الفلوس اللي فيها، وكل حزب عايز يعمل لي شغلانة وتركانة. احنا عايزين الاحزاب دي. هو انتوا مش الشعب، ولا انتوا جايين من كوالالمبور؟ بس عشان نبقى فاهمين، الحزب الواحد يعني زي قصة امريكا كده لما كانت مستولية على العالم. ده قصة الحزب الواحد، زي قصة الحزب الوطني ايام زمان واللي وقع الدولة. انما لازم يبقى فيه حزبين على الاقل خالص، يبقوا حزبين بينافسوا بعض. البلد كده تبقى شويه يروح مع الحزب ده يشتغل حلو، ولا او ما اشتغلش حلو اروح مع الحزب التاني. انما حزب واحد ده كلام اساسا ابن عم حديد، ولا يخش دماغي ببصاله في الوقت الحالي ده، في العصر الديمقراطيه اللي بيعمله لنا عزيز مصر ده. ما ينفعش